اهلا بيكم في قناتي. انا ابراج السيد، ودي النهارده اقول لكم على 15 عاده تخليكم تبنوا جسمكم وعقلكم صح في الصيف، تخليكم حالتكم نفسيه جميله جدا. فيلا خلينا نبدا. اول حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، انكم تفضلوا تتعلموا حتى لو انتوا خلاص في مدرسه، حتى لو انتوا في اجازه. خدوا كورسات، اتعلموا حاجه جديده او براكتس اللي انتوا اخدتوه في السنه اللي فاتت، عشان لما ترجعوا للدراسه تاني ما تحسوش اللي هو لا احنا ما اخدناش حاجه، انا مش فاكره ان ازاي بتعامل مع الحاجات دي، ويبدا عقلكم لسه من اول وجديد يتعود على الدراسه يعني وكده. تاني حاجة، اشربوا مية كتير او اشربوا مية عامة، وخلي بالكم انك لازم تحطوا مثلا كوباية على المكتب انكم تفتكروا تشربوا يعني وكده. ومية عامة مفيدة لجسمنا. العبوا رياضة بانتظام، حتى لو انتوا مثلا مش بتروحوا التمرين، ممكن 5 دقايق بس في اليوم تعملي اي حاجة يعني عشان جسمك يفضل يتحرك. وممكن مثلا تلعبي اي حاجة انت بتحبيها، الفكرة ان هي يبقى فيها حركة علشان تساعدي جسمك ان هو يتنشط وكده. وطبعا لما تعملي رياضة عقلك كمان بيتنشط وجسمك بيتنشط، مش بيكسل او مثلا مش بتتعبي لما تعملي رياضة، بالعكس ده بينشط جسمك اكتر. كوني صبورة مع الناس اللي حواليكي ومع نفسك كمان، يعني مش لازم كل حاجة لازم تمشي بالظبط ومش عارفة ايه، لا عادي انا تعبانة، عادي بريك، عادي ننام، عادي. مثلا لو انتي عاملة نظام محدد مثلا بتنامي ممكن يوم في الاسبوع عادي تنامي متأخر براحتك، يعني تتفرجي على فيلم، تعملي اي حاجة. ودي حاجة مهمة جدا. وممكن على فكرة الناس اللي هي بتبقى دايما اللي هو لا لازم كده وكده وكده، في الاخر هيجي وقت اللي هم مش هيعرفوا يعملوا كده تاني، وتبقى طبعا مشاكل اكبر من تاخدي بريك في النص. امشي على الميعاد اللي انت بتروحي تنامي فيه. طبعا ما انا زي ما انا قلت، في ايام مش لازم تنامي فيها بدري، او مش لازم تمشي على الميعاد اللي انت بتنامي فيه، عادي بريك يعني، بس مش طبعا طول الاسبوع. يعني مثلا انت عامله انك هتنامي الساعه 11، ما ينفعش تنامي واحده عشان ده بيبوظ جدا كل حاجه يعني. حتى لو انت عامله انك تنامي الساعه 2 بالليل، المهم تمشي على النظام اللي انت عاملاه، كل يوم تنامي في نفس الوقت، مش اوقات. حتى لو هتنامي، لو انت عامله انك تنامي متاخر ماشي نامي متاخر، بس لازم يبقى ماشي على النظام. جرب ايجابيه، يعني حاجه وحشه جدا يعني برضو حاولي تطلعي الحاجه الحلوه منها. يعني مثلا لو العربيه باظت مثلا، لا ممكن يبقى في حاجه حلوه ان كان عندك ميعاد انت مش عايزه تروحيه ورايحه غصب عنك، لا خلاص مش لازم نروحوا دلوقتي عشان مفيش عربيه. تعلمي حاجة جديدة تعمليها، تصوير، مونتاج، أي حاجة تعمليها جديدة في الأجازة، عشان لما يبقى آخر الأجازة تحسي إنك عملتي حاجة، مش اللي هو الأجازة عدت ومش فاكرة أي حاجة غير إن أنا كنت نايمة وقاعدة على التليفون بس. لا، تعلمي حاجة جديدة إنك تعمليها، وده كمان يعني بيساعد تنمية العقل. الحاجة دي بقى مهمة جدا الناس اللي عندها اوفر ثينكينج كتير، يعني ان هي ممكن تكتب كل حاجة هي بتفكر بيها قبل ما تنام، وتكتب كل حاجة هي بتفكر فيها، او ممكن حتى تقرأ قصة. اعملي تو دو ليست واخططي يعني ليومك هتعملي ايه وكده، عشان ده بينجز في الوقت. حتى لو انتي في الصيف مش وراكي حاجات كتيره، اكتبي تو دو ليست يبقى وراكي الحاجات دي، خلصيها تحسي انك انجزتي حاجه يعني. تعودي مثلا كل يوم انك تكتبي جمله او حاجه كده هادفه انك تعمليها وتشجعك، يعني بوزيتيف كوتس، يعني انك تكتبيها كل يوم. ممكن ليها وول بيبر على التليفون او حاجه زي كده عشان تفتكري دايما. نظمي الحتة اللي انتي بتقعدي فيها وبتشتغلي فيها، ده هيأثر على عقلك يعني وعلى جسمك وحالتك النفسية عامة، ان هو لا الأوضة متلخبطة، حاطة مشاكل كتير قوي على فكرة. كلي حاجات صحية كتير وخلي ده روتينك، يعني ده مش ريجيم او دايت او اي حاجة زي كده، لا ده عادي، ده جزء من حياتك انك بتاكلي الحاجات دي، بتاكلي حاجات مفيدة وبتاكلي كل يعني بيراميد اللي هو فيتامينز وبروتينز وكده. اسمعي بودكاست كل يوم، حاجة على فكرة ظريفة جدا. لو انتي مثلا بتفطري اسمعي بودكاست بدل ما تتفرجي مثلا على اليوتيوب او حاجة زي كده، اسمعي بودكاست مفيد برضو يعني، علشان ده بيحس اللي هو لا بتعملي حاجة مع انك بتفطري، وكمان بيديكي طاقة ويعني حاجات ايجابية. وممكن كمان تسمعي موتيفيشنال فيديو، تحسي انك لا انا بعمل ايه في حياتي دلوقتي، ايه اللي انا بهببه ده، فده بيخليكي يعني تستعدي وتنشطي اكتر.
الحاجه دي بقى مهمه جدا، انك تعملي ليميت للوقت اللي انت تستخدميه على التليفون، علشان في ناس كتير جدا يعني بتستخدم تليفونها كتير قوي في الاجازه. بحس ان دي حاجه يعني مش مفيده خالص، وبجد الناس دي بيجوا في اخر الاجازه طب احنا عملنا ايه، طب احنا كان ممكن نخرج نعمل اي حاجه. انا مش بقولك اعملي حاجه مفيده، يعني ممكن عادي تخرجي مع صحابك بس مش تقعدي على التليفون طول اليوم، ممكن ننزل تمشي تلعبي مع جيرانك حتى اي حاجه، بس يعني التليفون ده مشكله كبيره. كمان حاولي ما تستخدميش تليفونك قبل ما تنامي وبعد ما تصحي، علشان ده بيأثر. يعني التليفون مش حاجه حلوه خالص، يعني السوشيال ميديا بالذات مش حاجه حلوه انك اول ما تصحي تدخلي على السوشيال ميديا. طب افرض في حاجه هناك سلبيه خلتك انت طول يومك سلبي عشان انت شفتي حاجه ما ينفعش تشوفيها الصبح، طب ليه؟ طيب وبرده قبل ما تنامي عشان ممكن تاوفر ثينك فيها، وكمان عشان تعرفي تنامي كويس لما حد يمسك التليفون او اللاب او اي حاجه الكترونيكس بتطلع اضاءه يعني دي بتخليهم ما يعرفوش يناموا ويجيلهم ارق يعني حاجات زي كده. واخر حاجه اعملي السرير بتاعك ونظميه يعني وكده، علشان لازم يبقى منظم يعني كده. وانا مش عامله السرير بتاعي، انا عملته كل يوم الا النهارده يعني، فدي مشكله كبيره يعني جدا. هروح اعمله دلوقتي، ودي حاجه مهمه جدا الصراحه. بحس اللي هو ده اكبر جزء من انك تنظمي حاجه اللي حواليكي يعني وكده. كنت عايزه اقول حاجه كمان، انا مش معنى ان انا ما بعرفش السرير حاجه زي كده انا مش بعمله، يعني انا بعمله اكيد، بس انا كنت مشغوله يعني كده اول ما صحيت صورت الفيديو، فانا عملته يعني بعد ما صورت الفيديو كده. بحب افطر الاول وبعدين اروق الاوضه يعني وكده، ده غالبا بحب كده. بس بعمل ايه الاول لسه ما حددتش انا بعمل ايه، والحاجات دي انا حطيتها يعني وبشتغل عليها وكده في الصيف. ولو حد يعني شايف ان دي مش عادات او حاجه زي كده، هي دي عادات او يعني مش نصايح او حاجه زي كده، دي عادات عشان الحاجات دي انا بقولك تعمليها كل يوم، لو مش لا مش يوم او يوم لا. النصايح ايه من الامتحانات او في الدراسه وكده، لا دي طول حياتك او في يعني في الصيف بس وكده. فهو ده اللي انا كان قصدي عليه. ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.